وصلت الجزائر في الوقت المناسب. بعد سنوات قليلة من الاستقلال من الاستعمار، كان لا يزال هناك الكثير من السعادة والفرح والجدية في مواجهة التحديات. وجدت هناك أفضل تضامن. لقد أحببت هذا البلد وظللت أعشقه. أنا شقيق الجزائريين. في بودكاست هؤلاء عرفوا الجزائر سنعرفكم على أيقونة الهندسة المعمارية العالمية البرازيلي أوسكار نيمار، مصمم جامعة الإخوة منتوري بقسنطينة وجامعة هواري بومدين والقاعة البيضاوية بالعاصمة، والمصمم الأول لجامع الجزائر. وهذه نبذة عن نيمار. ولد أوسكار نيمار في 15 ديسمبر عام 1907 بريو دي جانيرو، وتوفي في 5 ديسمبر عام 2012. معماري برازيلي وأحد أكبر مهندسي القرن العشرين، قام بالمشاركة مع لوكوزوبييه في تصميم المبنى المعروف والمشهور لهيئة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. عاش أوسكار من 1968 إلى 1978 في الجزائر بعد فراره من قبضة الحكم في بلاده البرازيل، وصمم عددا من المباني فيها. وكثيرا ما عبر نيمار عن اعتزازه بأعماله في الجزائر. صمم جامعتي باب الزوار بالعاصمة ومنتوري بقسنطينة والقاعة البيضاوية، كما قدم للراحل هواري بومدين أول تصميم لجامع الجزائر الأعظم. تعد علاقة أوسكار نيمار مع الجزائر قصة مميزة تدمج بين الفن والهندسة، حيث أسهمت أعماله في تشكيل ملامح معمارية خالدة، إذ تم توثيقها عبر العديد من الصور التي توضح معالم وملامح المعمار للمهندس البرازيلي. وعن تصميمه لجامعة منتوري قال المصمم نيمار: من بين جميع المشاريع، جامعة قسنطينة تحتل مكانا خاصا في قلبي لعدة أسباب. أولا، أنه كان تحديا معماريا بالنسبة لي. أردت أن ترضخ الخرسانة لي وتزيد في جمالية التضاريس الوعرة والمثيرة لقسنطينة، وهي مدينة معلقة على الصخور والهواء. عندما أكون على انفراد أو في الأماكن العامة للحديث عن عملي، أول ما أقول إن جامعة قسنطينة هي واحدة من أعظم إنجازاتي. كما أن فكرة جامع الجزائر الأعظم كان وراءها المعماري البرازيلي أوسكار نيمار، الذي قدم مخططا للرئيس هواري بومدين الذي أعجب بالفكرة والمخطط، لكن وفاته وضعت حدا للفكرة التي بقيت حبسة لقاء بين المصمم الشهير والرئيس الراحل. فما رأيك في مسيرة هذا المصمم العالمي وعلاقته بالجزائر؟ وأوسكار نيمار واحد ممن عرفوا الجزائر.